السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حرف جديد اللي هو حرف الاتش بالكروشيه بطريقة سهلة وأتمنى يعجبكم. ويلا بينا نبدأ. أنا هستخدم خيط قطن وإبرة مقاس 1.8. أول حاجة هنعمل عقدة البداية و5 سلسلة، ومن تاني سطر لحد السطر العاشر هنعمل 9 سطور حشو ثابت في 4 غرز حشو. أول سلسلة دي أنا ما بشتغلش فيها. تاني سلسلة هدخل وهعمل غرزة حشو 2 3 4. هرتفع سلسلة وهعمل السطر الثالث ده كده. السطر الثالث هعمل 9 سطور، هكملهم لحد 9 سطور وبعد كده نرجع لكم. انا كده عملت ال9 سطور. هرتفع سلسلة وهقص الخيط وهعمل واحدة تانية زيها بالظبط. بصوا قصيت الخيط اهو وعملت واحدة نفس الخطوات بالظبط، 9 سطور حشو. والسطر ال11 هعمل 4 حشو و8 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8. وهجيب القطعة التانية هدخل في أول غرزة حشو وهعمل 4 حشو. هرتفع سلسلة كده. أنا معايا 16 غرزة، هعمل 3 سطور عليهم حشو في 16 غرزة. تمام. هنا 4 والثمان سلاسل دول همشي عليهم بغرزة الحشو. وهنا 4 حشو. كده عملت سطر كامل من غرزة الحشو في 16 غرزة. هعمل سطرين كمان. خلصت ال3 سطور من السطر ال12 للسطر ال14 في 16 غرزة حشو. هرتفع سلسلة ومن السطر ال15 للسطر ال23 هشتغل 4 غرز حشو بس، يعني 9 سطور حشو ثابت. اول سطر اهو، وطبعا نرتفع سلسلة بين كل سطر والتاني. هخلص باقي ال9 سطور وارجع لكم.
انا كده خلصت ال9 سطور. هرتفع سلسلة وهقص الخيط. كده هنعدي 1 2 3 4 5 6 7 8 وندخل في ال9 ونعمل 4 غرز حشو. ارتفع سلسلة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو 2 3 4. هنرتفع 9 سطور زي دول بالظبط. خلصت ال9 سطور. هاجي في نفس المكان واعمل غرزة حشو، همشي عليها كلها بغرزة الحشو. هكملها همشي عليها بقى بغرزة الحشو كلها كده لحد ما اوصل لحد هنا. انا هنا خلصت حرف الاتش وعملت واحد تاني زيه بالظبط بنفس الخطوات. هنقلبهم على بعض كده وهزينهم بخيط ابيض. هجيبهم على بعض بالظبط. هنرتفع سلسلة 2 3. هنعدي غرزة حشو وفي التانية نقوم عاملين غرزة حشو 1 2 ونعدي غرزة وفي التانية نعمل حشو كل 2 قصاد بعض 1 2 وهنعدي غرزة و2 قصاد بعض نعمل غرزة حشو 1 2. هنفضل ماشيين على كده لحد ما نخلص حرف الاتش بنفس الطريقة، ونحشي فايبر واحنا شغالين. منحشيش كتير علشان خاطر الغرز ما تتوسعش والفايبر يبان. هكمل بره الكاميرا وارجع لكم. وبكده نكون خلصنا حرف الاتش. اتمنى يكون الفيديو مفيد وسهل عليكم، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.